بشرتك باظت اكتر من الاول، بقت تقشر ومحمره وفيها حبوب اكتر من الاول مع انك اصلا بتعالجيها باكريتين او ادابالين، فممكن تكون المشكله مش في بشرتك، المشكله في الطريقه اللي بتستخدميهم بيها. والاسوأ بقى ان في بشرات ما بيكونش الصح ليهم انهم يستخدموا اكريتين وادابالين، وفي ناس تانية بقى ما بتستخدمهمش مع انهم ممكن يكونوا القرار الصح ليهم عشان يحلوا مشاكل بشرتهم. في الفيديو ده بقى هقولك امتى الاكريتين او الادابالين قرار مش صح ليكي وامتى يبقى صح، ونكمل باقي الغلطات اللي قلناها الجزء الاول اللي ممكن نكون بنعملها بتبوظ لنا نتيجتهم، وايه المشاكل اللي لو حصلت ما نتخضش منها ونتصرف معاها ازاي. سواء اكريتين او ادابالين الاتنين بيعالجوا مشاكل كتير جدا، بس في نفس الوقت ممكن يكونوا السبب الرئيسي ان بشرتك اتدمرت. يعني مثلا لو بشرتك حساسه زياده عن اللزوم واستخدمتي حاجه قويه جدا زي الاكريتين، اقل حاجه ممكن تحصل احمرار، تهيج، تقشير زياده وحبوب اكتر من الاول. او لو حتى عندك اثار حبوب حمراء او ورديه، فلو هنستخدم الاكريتين هنا هنزود الالتهابات ومش هيعالجها لك، عشان زي ما قلنا في الجزء الاول هو قوي جدا مش معمول للحاجات دي، مناسب معاكي اكتر لو عندك حبوب تحت الجلد او خطوط رفيعه. طب بالنسبه للادابالين هو الطف شويه، بس ده مش معناه انه امن لو بشرتك حساسه، يعني عادي تستخدميه بس بطريقه صح عشان ما يضرهاش. وبرده نفس الكلام لو حبوب ملتهبه او اثار حبوب حمراء، لو استخدمتيه هيخلي المشكله اسوأ وهيلهبها اكتر. اما بقى لو انت بتستخدمي اكريتين او ادابالين ومش شايفه اي نتيجه او بشرتك بتسوء اكتر، فده مش من المنتج، ده من غلطات انت بتعمليها وانت مش واخده بالك. اول غلطه انك تستخدميهم كل يوم من اول مره، كده انت بتخضي بشرتك. الريتينويد عامه لازم ندخلها بالتدريج لانها كلها مواد ملهبه، يعني مثلا نبدا مرتين في الاسبوع، بعد كده 3 مرات في الاسبوع اللي بعده، وهكذا لغايه ما نقدر نستخدمه كل يوم، ان شاء الله مرتين في اليوم عادي. اما بقى لو بدانا مره واحده هيحصل احمرار مش بيروح، هرش وحرقان وتقشير اوفر. تاني غلطة انك بتحطيه بالمنظر ده على بشرتك وبعدين بتفرديه. الصح اننا نجيب كمية قد حبة البسلة ونوزعها على بشرتنا كلها، ونتأكد برضو ان بشرتنا ناشفة خالص. اما بقى لو زودتي الكمية عن كده ده هيبقى منظر بشرتك زي ما قلنا في اول غلطة. اما تالت غلطة ودي اخطر غلطة، انك تمكسي معاهم منتجات تانية زي الازادوب او تمكسيهم اصلا هما مع بعض على اساس اننا بنسرع النتيجة. للاسف احنا كده بندمر حاجز البشرة، هتلاقي حبوب اكتر بتظهر، التهاب مستمر ومش بيروح، وقشور مش بتتعالج. عشان كده بنعتمد عليهم كل واحد لوحده. اما رابع غلطة وهو المرطب، سواء اننا بنحط المرطب قبل وبعد الاكريتين او الادابالين او بعدهم، بس لازم المرطب ده ما يكونش فيه اي مادة فعالة. اما تيجي تستخدمي اي مقشرات على بشرتك مش شرط دول بس، لازم يكون المرطب اللي هتستخدميه معاهم يكون بسيط جدا، بيرطب بس، لا بيعمل تقشير ولا اي شغل تاني، عشان البشرة زي ما قلنا مش هتستحمل كل المواد دي وهتبوظ مننا. وبرده زي ما قلتلك في الجزء الاول ان اي غلطة من كل الغلطات دي كفيلة انها تبوظلك النتيجة اللي انت مستنياها. طب لو حصل احمرار، حبوب كتير، وتقشير مش بيروح مع اني استخدمتهم صح، هقولك المشاكل دي طبيعية جدا مع الاكريتين والادابالين، وهقولك برضه تتصرف ازاي. يعني مثلا الحبوب بدل ما تقل معايا زادت، هو ده طبيعي؟ ايوه طبيعي جدا، بس في حاله واحده بس، لو الحبوب دي ظهرت في اماكن انت متعود ان الحبوب تظهر فيها، دي حاجه طبيعيه وهتكمل عليهم عادي. اما لو ظهرت في اماكن جديده عليك يبقى لازم توقفهم عشان بشرتك مش متقبلاهم. طب الحبوب دي هتفضل كده ولا استخدم لها ايه؟ هقولك في خلال اول اسبوعين الحبوب دي بتروح لوحدها تدريجي، بس اهم حاجه انك ما توقفش العلاج وتكمل عليه عادي. مينفعش بقى تطبقي اي حاجه قلناها في الجزء ده من غير ما تشوفي الجزء الاول، عشان هيوفر عليكي تجارب كتير غلط. وعشان ما اطولش عليكم في الجزء ده، استنوا الجزء الثالث هقول لكم فيه المشاكل اللي بتحصل لكم وانتوا بتستخدموهم وايه البدايل لكل واحد فيهم. وما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.